تعملها في الشارع. حاجات انا بشوفها حد بيسوق عجل بيعملها غلط، سواء كان ماشي عادي او بيعمل حركات في الشارع. يلا بينا نشوف ايه الاخطاء اللي انت بتطلعش بالشكل دوت في مكان زي كده. ما ينفعش تعدي الطريق بالشكل ده من غير ما تبص وتلاقي عربية سريعة جاية عليك. وهنا ما ينفعش اللي انت تنقل من حارة للتانية وتقعد تلعب بالشكل ده وانت عارف الطريق سواء جديد او قديم بس بيمشي عليه عربيات، فعشان تحافظ على نفسك. ولازم تخلي بالك لما بتيجي تمشي وبص الناحية التانية كده من غير ما تبص في اتجاه العربيات اللي جاية في الطريق، فدي اكبر خطأ. وممكن اول خطأ عندنا ان انت تعدي الطريق من غير ما تبص يمين او شمال. تاني حاجة ما ينفعش تعملها وانت ماشي بالعجلة في تلك الاوقات انت بتدوس فرامل قدام، فدي لا قدر الله تخليك تقع على وشك. تالت حاجة بنعملها اللي هي لما بتيجي بتطلع طلعة بتبقى ماسك الشمال. لازم لما تيجي تطلع طلعة او في طريق سريع تمسك اليمين، خليك ماشي في اليمين لان بتبقى ابطأ والعربيات بتاخد بالها اكتر، لان الحارة الشمال دي بتبقى العربيات السرعات العالية. وما ينفعش ان انت تمشي في النص على اي طريق سريع. دي حاجة يا ريت تكون معلومة في التكم. وده مثال من ارض الواقع. صاحبي معرفش لا بصوره فكاني بهزر معاه، فهو دلوقتي ماشي في الشمال فهو عايز ينقل يمين، فبقول له تعالى يمين، فعايز اشوف رد فعله هيكون ايه، لو هو هيبص ولا مش هيبص. هنا العربيات مش عارفه تهدي لان هو ماشي في الشمال، هو جاي في حته يوتيرن كده، فهو بص لف بالعافيه. بعد كده هنا ماشي برضو، فقلت له خلاص انت كده خليك يعني ناحيه الشمال برضو، بس انت في الطريق ده كله يوترنات، فتعالى ناحيه اليمين. فبعد كده عدى معايا ناحيه اليمين كده، تعالى شوفوا بقى بيعدي التقاطع. بص اول ما مسك اليمين كده الموضوع بقى سهل جدا، وبالنسبه له الموضوع بقى بسيط. تعال اقول لك الصح بقى لو اتعرضت للطريق في حاجه زي كده تعمل ايه او تتصرف ازاي وانت بتعدي الطريق. في يمين وشمال وفي النص، احنا خلينا في يمين. العجل كله بيبقى ليه حاره ناحيه اليمين لانهم بيمشوا بطريقه اقل اللي هو بسرعه اقل، لكن محدش بيجي ناحيه الحاره الشمال ويمشي بالعجله في الشمال. انا كحد لو بسوق عربيه او كده مش هعرف اسيطر على العربيه ومش هعرف افاديك، فانت خليك في الحاره اليمين اعمل لك. ولما تيجي تعدي تقاطع لازم تبص تشوف مسافه العربيه بينك زي اللي جايه ديت. ماشي اللي انا اعدي بطريقه مره واحده، فهي ده سبت العربيه تعدي، لان انا لو كنت عديت من قدامه هي على السرعه ديت كانت لا قدر الله ممكن تخبط. فانا الصح لما ابص كده مره واثنين وثلاثه واخد سرعه العجله مره واحده واعدي. انا ماشي تاني مرة لو في يوتيرن او حاجة وهتضطر ان انت تروح ناحية الحارة الشمال، ما تعديش بالطريقة العشوائية اللي انت خلاص قررت تخش شمال تخش شمال بالطريقة دي. لا، شوف هنعدي طريق ازاي. حاره يعني بالشكل ده. اول حاره بتبص الناحيه الثانيه، حاره بتبص الناحيه الثانيه. وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتشير الفيديو مع كل اصحابك. استنى الفيديوهات الجديده.